الايام فعلا بتجري بسرعه، والشهور ورا بعض بتعدي واحنا مش واخدين بالنا. كل مره بنقول لسه بدري ولسه في وقت، وفجاه بنلاقي ان السنه نفسها قربت تخلص. ساعات بنفتكر في اولها كنا حاطين خطط واهداف كبيره، وفي النهايه بنوصل لاخر السنه ونقف قدام نفسنا ونسال يا ترى انا عملت ايه في السنه دي؟ طلعت بايه؟ ايه الانجاز اللي فعلا اقدر افتخر بيه؟ لكن مع مرور الوقت بنكتشف اننا ما التزمناش زي ما كنا متخيلين. بس ده مش معناه ان الوقت ضاع او ان الفرصه راحت. احنا هنا مش علشان نلوم نفسنا، لكن علشان نفتكر ان لسه في فرصه. احنا قربنا من نهايه السنه، لكن لسه عندنا فرصه نعمل حاجه قبل ما السنه تخلص. ممكن نختار خطوه بسيطه او هدف صغير ونركز عليه، وبالخطوه دي نقدر نقفل السنه ونبدا السنه الجديده واحنا حاسين اننا حققنا حاجه. والسؤال اللي هنساله لنفسنا، يا ترى لسه في فرصه؟ لان لسه باقي 90 يوم على نهايه السنه. 9 شهور عدوا ومعرفناش نعمل حاجه، وباقي 3 شهور. هنقدر نعمل حاجه في ال3 شهور دي قبل ما السنه تخلص؟ وده هيكون موضوعنا النهارده، الاجابه على السؤال اللي كلنا بنساله لنفسنا، هل هنقدر ولا لا؟ في خلال ال90 يوم اللي باقيين نقدر نركز على خطوات صغيره، على اهداف بسيطه ونشتغل عليها يوميا. حتى لو الانجازات صغيره، كل خطوه هتتجمع مع الايام وتخلي احساسك بالنجاح حقيقي. ممكن نحط خطه واضحه، نحدد اهدافنا ونلتزم بيها بشكل عملي، وبالطريقه دي قبل نهايه السنه هنطلع باحساس اننا حققنا حاجه ملموسه ومهمه. ده هيديك شعور بالانجاز، وهنبدا سنه جديده بنفس الطاقه والثقه. احنا هنشتغل على 4 جوانب مهمه في حياتنا، ونشتغل على كل جانب لوحده. المهم اننا نستفيد من كل جانب ونطلع من السنه واحنا حاسين ان احنا عملنا حاجه. في خلال ال90 يوم اللي باقيه، في كل يوم خطوه صغيره هتفرق معاك، ومع الوقت هتحس بالفرق الكبير في حياتك. لكن قبل اي خطه او هدف نفسك تحققه، لازم تسال نفسك الاول، حالتك الدينيه عامله ازاي؟ علاقتك بربنا هي الاساس اللي عليه كل حاجه تانية بتتبني، لان حالتك الدينيه هي المرآة اللي بتكشف قد ايه قلبك قريب من ربنا سبحانه وتعالى. هي مش مجرد عبادات ظاهريه، لكنها طمأنينة وسكينة بتحس بيها. في البداية نسأل سؤال بسيط، هل انت محافظ على صلواتك ال5 في وقتها؟ لاننا عارفين ان الصلاة عمود الدين، لما بتلتزم بيها هتحس براحة وطمأنينة حتى في اصعب الظروف. نروح على نقطة تانية، هل عندك ورد ثابت من القرآن؟ تعرف ان لو قريت صفحة واحدة بعد كل صلاة، يعني 5 صفحات يوميا خلال ال90 يوم، يعني في ال90 يوم هتكون خلصت حوالي 3/4 المصحف. احنا بنتكلم هنا عن فكرة ان انت تعود نفسك ان يكون ليك ورد ثابت من القرآن. هل جربت تقوم الليل ولو ركعتين؟ وقت قيام الليل بيكون مختلف تماما. في اللحظة دي بتحس انك اقرب من اي وقت لربنا سبحانه وتعالى، حتى لو مرة واحدة في الاسبوع. جربها وهتعرف السر. والسؤال الاخير هنا هسألك، هل عندك صدقة سر محدش يعرفها غيرك وربنا سبحانه وتعالى؟ السرية في الصدقة بتخلي العمل ده خالص لوجه الله. وهنا بنتكلم على ان تعدد العبادات بيمنع الشعور بالملل وبيخليك دايما متجدد. تاني نقطة هنتكلم عنها هي الحالة الصحية والنفسية، لانهم هم اللي هيحددوا ازاي يومك هيكمل بشكل سوي ومنظم. من غير صحتك الجسدية ازاي هتقدر تقوم من سريرك وتشتغل بكفاءة؟ ومن غير نفسية مستقرة ازاي هتقدر تواجه تحديات يومك او تخلص مهامك؟ اولا لازم تتبع اسلوب حياة صحي، يعني تحافظ على جسمك وتدي لنفسك الطاقة اللي محتاجاها. الاكل المتوازن والنوم الكافي والنشاط البدني المنتظم مش رفاهية، دول اساس يومك الصحي. حتى خطوات بسيطة كل يوم زي المشي او شرب مياه كافية بتفرق بشكل كبير مع الوقت. لما تهتم باسلوب حياتك هتلاقي يومك اكتر تنظيم ونشاطك وطاقتك اعلى. طب فكرت تخصص وقت للراحة والتأمل؟ فكرة التأمل هنا انك تاخد وقت من يومك حتى لو نص ساعة. المسألة مش مجرد وقت تضيعه، لكن بيهدي قلبك ويخليك في حالة سكون وطمأنينة. ثالث نقطة هنتكلم عنها في ال90 يوم هي ليه ما نحاولش نكتسب مهارة جديدة او نتعلم لغة. كتير مننا بيسأل نفسه هل ده ينفع او لسه في وقت؟ الوقت لسه موجود، لكن هنتكلم عن ده من خلال خطوات صغيرة هتفرق معانا. هل فكرت قبل كده تتعلم مهارة جديدة جنب شغلك، حاجة تضيف ليك قيمة في مستقبلك وتفتح لك فرص جديدة؟ المجالات كتيرة ومتنوعة، زي انك تتعلم لغة برمجة او جرافيك ديزاين او تعليق صوتي. المهم تركز على حاجة معينة بدل ما تشتت نفسك في كل حاجة. لو ركزت على مهارة واحدة خلال 90 يوم هتكون على الاقل اتقنت الاساسيات واستفدت بجد. تاني حاجة، ابدأ دلوقتي تتعلم لغة جديدة حتى لو خطوة بسيطة كل يوم. لو عندك لغة تانية جنب لغتك الاساسية هتفتح لنفسك فرص اكبر، لوسيلة تفكير مختلف وفهم ثقافات جديدة. واخيرا وليس اخيرا، في شوية مهارات ممكن نشتغل عليها. المهارات دي هتساعدنا ننمي نفسنا ونستفيد من كل حاجة حوالينا، وكمان هنتعلم حاجات جديدة تفيدنا في حياتنا اليومية. طب ليه ما نخليش القراءة جزء من يومنا؟ حتى صفحة واحدة كل يوم هتفرق مع الوقت. ممكن تحط خطة بسيطة زي انك تنهي كتاب كل اسبوع او كتابين في الشهر، هي هتفتح لك منافذ كتير للتفكير والمعرفة. القرايه مش بس معلومات، هي اللي هتخليك تعرف تكتب كويس، هتتعلم من خلالها تعبر عن افكارك بشكل افضل واوضح، حتى لو كل اللي هتكتبه هو اللي حصل معاك في يومك. القرايه هي المفتاح اللي بيخليك تفهم وتكتب وتوصل افكارك لاي حد بسهوله. جرب تتفرج على بودكاست او تسمع بودكاست يغير من وجهة نظرك. المهم تختار محتوى مفيد وهادف يناسب اهتماماتك وطموحاتك، لانه هيساعدك تتطور ثقافيا وفكريا خطوه بخطوه. وبكده مش شرط تنفذ كل خطوه بشكل مثالي او بالترتيب، المهم انك تبدا وتستمر. الفكره كلها
كلها انك تبدا السنه الجديده وانت حاسس انك حققت انجاز حتى لو بسيط، لان كل خطوه صغيره هتحطك على الطريق الصحيح.